ابن الجوزي في صيد الخاطر قال أن شابا جاء إلى سفيان الثوري وقال له لقد دعوت ربي كثيرا فلم يعطني. قال له سألت الله كثير ما اداني. ولحد يوم الناس بيقول كلام زي ده. دين ما عارفين ما عرفوا الله. تقول له انتم ما تسألوا. يجيك زول يقول لك عندي مشكلة تقول له أسأل الله. يقول له شوف زول الله نحن ما عارفينه. يا أخي لا تساعدنا ساعدنا ما تساعدنا خلينا. الله عارفينه يقول لك والله العظيم يجيك جاك زول قال لك أنا عندي مشكلة وحكى لك مشكلة طويلة تقول له أسأل الله. بتخيل انك انت زي شنو؟ زي اللي بتغشه ولا ما داير تساعده ولا داير تكلفته. يقول بالله على زول ده نحن الله ما عارفينه كويس. لا تدينا الدين ولا تدينا خلاص خلينا يا اخي الله نحن عارفين ما تكلمنا. يقول لك يا اخواننا لحد يوم الليله قال له سالت الله كثيرا فلم يعطني. قال له سفيان الثوري داري يناقشه قال له ما سالته. قال سالته حانوتا داير له دكان بقاله. شوف مشكلته بقاله. في زول همه في الدنيا دي بقاله. ما قال لك في زول جالي زول عنده عماره كبيره قال والله تلقاه شبعان في الزلابيه شبع. بس قال تلقى شبعان زلابيه جد زول تلقى حسا قال الزلابي عنده راقده. قال فهموا في الدنيا دي بس الزلابي. يا الزلابي شنو كويس. فده فهموا في الدنيا دي دكان. قال له سفيان الثوري العالم منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. تأكد أنه الله منعك مثل أنه ما عنده لكن بقدام بضرك. وقد اطلع على الغيب وهو يعلمه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. لو كان كيف سيكون؟ حتى الحاجات اللي ما حصلت لو حصلت كان حتحصل كيف؟ كل ذلك يعلمه ربك جل وعلا الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. شفت الكلام ده كيف؟ فقال له منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. قال ابن الجوزي معلقا فلا يستقيم الإيمان إلا إذا علمت أن منع الله عطاء. منع الله عطاء لأنه منعك بحكمة رحمة بك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. كان ابن رجب ينشد بيت الشعر في لطائف المعارف يقول والمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل. المنع من الله عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل. ينظرون إلى الحياة بهذا المنظار. وبالتالي أقول هنا أهم نقطة أن تعلم أن أقدار الله التي ظاهرها لك شر أنها منطوية على خير وأن في ثناياها من اللطف ومن التقدير وذلك على حسب ظنك بربك وثقتك فيه. إخواننا والله الكلام ده حقيقة. دائما تقول لخير. جاتك مصيبة قل لخير اللهم اجعله خير. بهذا اليقين الثابت وبهذا الإيمان الراسخ تواجه ملمات الحياة وفتن الدنيا والمصائب والمخاطر والأهوال التي جعلها الله مكتنفة لحياتنا وحياتنا مكتنفة بها. وهذا لا محيد ولا مناص عنه. يا أخواننا في زول بيقدر يقول ما في مشاكل. جيب لي زول حسا في القاعدين دير والحايمين في الدنيا كلهم من الرؤساء والملوك لحد الناس الحايمين ما عنده مشكلة منه. المرتاح منه ما في. إخواننا المشاكل موجودة ولكنك تسعد بحسن تعاملك مع المشاكل. والمؤمن أعطاه الله منهجا قويما وهو إيمانه بالقضاء والقدر يستطيع أن يتعامل به مع الحياة ومفرداتها ومشكلات الحياة وأزماتها ومع مصائب الزمن وفتنه. لا تتزعزع لا تحزن لا تيأس لا تقنط لا تحبط. عندك رب عظيم